لكن المصيبة والطمة الكبرى ان يجي شيخ الازهر يضرب الدعوة السلفية في مقتل في المؤتمر اللي راح عمله في الشيشان، مؤتمر اهل السنة والجماعة. استبعد منهم السلفيين اللي هم اهل السنة والجماعة، لان اهل السنة والجماعة المتبعين للمنهج اللي على الكتاب والسنة، انما اللي هم عملوه ابدا وهابية وهابية. فعايزين يخلوا داعش بتمثل المنهج السلفي. يا اخوانا انتوا بتكذبوا على نفسكم. شيخ الازهر عارف كويس جدا جدا ان الدواعش طالعين من الازهر، مشتل الازهر بتاع الاخوان. الدواعش اخوان الدولة الاسلامية في العراق والشام، دولة حسن البنا، دولة الخلافة اللي خطط لها حسن البنا، ووقف معاه شيخ الازهر وايده وقال ما فيش خوف من فكر الاخوان ولا عقيدة الاخوان، بدليل ان اساتذه طالعين في الازهر وهم اعضاء في جماعة الاخوان. يعني داعش اللي جت من افغانستان، عبد الله عزام وايمن الظواهري والاخوان اللي كانوا هناك، الاخوان بتوع حسن البنا، ابو بكر البغدادي اللي كان اخواني، جاي انت الان تجعلهم تبع السلفيين وتقول هم دول الوهابيين؟ يا رجل اتق الله. ده نوع من التلبيس يقوم به 4: شيخ الازهر احمد الطيب، وهو عامل الكلام ده علشان يشوه العقيدة الصحيحة السلفية، وانا بقول له لا، الوقت على المكشوف ما عادش فيه مداراة، الحق حق، لا مداهنة ولا مداراة، الحق حق. اللي انت بتعمله تضليل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مذهب السلف الصالح اللي كان عليه الشيخ محمد عبد الوهاب قائم على السمع والطاعة لولاة الأمور، مش قائم على مشتل الأزهر اللي بيطلع الإخوان من الخوارج أبدا، ولا علاقة بدعوة التوحيد بالمشتل الأزهري اللي بيطلع جماعة حسن البنا. كل الإرهابيين في العالم أصله من الإخوان. وبعدين الوهابيين دول اللي انتوا بتتكلموا عنهم انهم مش تبع اهل السنه والجماعه، انت وعلي جمعه وعلي الجفري واسامه الازهري، الاربعه كانوا في الشيشان قاعدين مع مين؟ مع رئيس الشيشان. ورئيس الشيشان اللي موجود الان اخواني معكوس جاهل، وانا بقول لكم الكلام اقصده، لا عارف يفرق بين كوعه وبوعه. اخواني وصل لمرحلة التطبيع مع التيه، ما هوش عارف راسه من رجليه. فاستغلوا هذا الرجل وعملوا المؤتمر في شيشان لأهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة أولياء الصوفية. خلينا نسمع المقطع ده عشان أبين لكم أن قناة البصيرة الثانية الحمد لله أن الناس عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة كويس ومن هم أهل السنة والجماعة، لكن يا فرحتهم النهاردة في غلق هذه القناة. شوفوا يا اخوانا، المقطع ده زعناه من الساعة 2 بالليل امبارح لغاية دلوقتي، وهنذيعه كتير لغاية ما الناس تعرف الحقيقة. ما عادش ينفع ان احنا نسكت. ولذلك اللي بيعمله شيخ الازهر بيهين الازهر، هو اللي بيهين الازهر. والوقت بنفرق بين افعال شيخ الازهر والمفتي، كان معاه المفتي كمان برضه، يبقى 5 كده، بين افعالهم وبين الازهر. كنا بنقول ايام طنطاوي شيخ الازهر اللي قبله ان الراجل ده يعني اساء للدعوه كتير وحاجات كتير وعمل اشياء كتير، وكنت بقول له ساعتها والله ده هيبقى ارحم من اللي جاي بعد كده، وصدق الكلام. شوفوا شيخ الازهر والموقف اللي حصل ده. شيخ الازهر عايز ايه؟ صوفيه وحده الوجود، صوفيه الرقص الصوفي، الدروشه، الطريقة الخلواتية، الطرق الصوفية اللي هم أبعد ما يكون عن المنهج. هم دول الناس الحلوين أصحاب وحدة الوجود اللي ما فيش فرق فيه بين الناس أجمعين، ما فيش فرق بين إيمان إبليس وبين إيمان أبو بكر وعمر. ليه؟ لأن طالما الإنسان قال لا إله إلا الله خلاص كفاية كده أوي. إبليس كان بيقول لا إله إلا الله،
ولا زال بيقول لا اله الا الله. لكن لماذا جحد او لماذا طرد من رحمة الله عز وجل؟ عشان السجود لآدم. اسجدوا لآدم، فأبى إبليس واستكبر، فبسبب استكباره طرده من رحمته. يعني يقول أنا لا أعبد إلا أنت. عشان كده الصوفية قالوا فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون. حلاق كان بيقول كده، وابن عربي كان بيقول كده. إبليس تجلي ومظهر من مظاهر التجلي اللي ظهر فيها ربنا سبحانه وتعالى. فعند ابن عربي ربنا ظهر في سورة إبليس زي ما ظهر في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد هو الله وإبليس هو الله. ده الفكر اللي عليه شيخ الأزهر، الفكر اللي ترجم فيه كتاب كامل عن وحدة الوجود. وخدنا بس حلقة أو اتنين، لكن إن شاء الله عز وجل إذا أحيانا رب العالمين هنكمل. اتفرجوا ماذا يقول رمضانوف بتاع الشيشان. الناس يصحونه يعني لا ترد بهذا الشكل وبهذا القوة على الوهابية بيقول له ما تردش بهذه القوة والشكل على الوهابية. ده رئيس الشن اللي بيقول، واحد بيترجم له قدام شيخ الأزهر. أصل الوهابيين يقتلوك. هو طبعا قصده الوهابيين الدواعش، فحطه على السعودية. والشيخ الأزهر فهم كده كويس، مش يقول له لا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بريئة من الإرهاب، لا ده حاجة كويسة قوي. مبسوط شيخ الأزهر في العملية دي. خوارج لعلهم ينفرون، فقال لا لن أتوانى عن ذلك حتى أموت سأرد عليهم. وسأموت حتى لو أنا مت هرد على الوهابيين. طب وهل الدواعش أو دول هم الإخوان ولا هم بتوع الشيخ محمد عبد الوهاب اللي يرون السمع والطاعة لأولياء الأمور؟ اللي احنا ندين لله بأنهم على الحق، واحنا في هذه القناة بنقول احنا مع الشيخ محمد عبد الوهاب مع انه في السعودية. ليه؟ لان الشيخ محمد عبد الوهاب يتمسك بالكتاب والسنة، دعوة التوحيد اللي وقفت الاخوان وجايبينهم مغص. فالاخوان عايزين يطمسوها. الخطة دلوقتي اطمسوا اي حد بيتكلم على هذا المنهج اللي فيه السمع والطاعة لاولياء الامور، وشوهوا صورتهم ووصفوهم بانهم وهابيين وارهابيين. ليه؟ شيخ الازهر خايف على الصوفيه، خايف على الاخوان. بدل ما يقول الاخوان دول اهل ضلال والاخوان دول خوارج وحسن البنا كان من الخوارج، لا ما يقدرش يقولها، ما يقدرش. فالراجل بيقول له اي وهابي انا هرد عليه حتى لو هموت. طب اسمعوا بقى، ده بقى رمضانوف. انا اللي فاكره اسمه رمضانوف، اسمه ايه بالكامل ما يهمنيش. بيقول الوهابيون لعنة الله عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم هم الذين قتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده دليل على ان الراجل ده جاهل مركب، جاهل مركب. فبدل ما شيخ الازهر يقول له ويبين له يا فخامة الرئيس فرق كبير بين الاخوان الخوارج التكفيريين وبين جماعة حسن البنا اللي هم مصدر الدواعش ومصدر الهاب في العالم، وبين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية وكانوا على مذهب السلف. الناس دول وقفوا معانا، عملوا الازهر حاجات محدش عملها، واحنا ادينا لهم دكتوراه فخرية بالملك عبد الله، ووقفوا مع مصر وشالوا عنا بلا الاخوان. بدل ما الشيخ الازهر يقول له كلمة الحق، لا ده فرصة اغتنموها، اضربوا السلفيين في العالم. الراجل بيلعن الوهابيون لعنة الله عليهم وعلى آبائهم. ده مين؟ الرئيس الشيشاني الاخوان اللي طالع بصورة عكسية عشان يخدع الناس. بص بقول اقسم بالله لو يظهر في الشيشان اي وهابي او احد يشبهه فساقتله. انا مش عارف اقول ايه.
احيانا الكلمات في وصفهم لا تكفي، فنضطر نستخدم كلمات صعبة. الرئيس الشيشاني بيقول ايه؟ اقسم بالله لو يظهر في الشيشان اي وهابي او احد يشبهه فساقتله. Så människan har livskraft eller något slags och människans ögon och wallahi الدينة والوغب بس till خير البشر منه. شوفوا بقى شيخ الازهر واخده بالحب. ده بقى حبا في السلفية ولا تقوى لله؟ يعني يا اخي يعني نقول نوع كده بسيط يعني. أهذا جزاء المعروف الذي قدمته السعودية للمؤسسة الأزهرية يا شيخ الأزهر؟ ده جزاء السعودية، الدعوة السلفية اللي بيحافظوا عليها منهج السلف الصالح، إن هم يفضلوا على هذا النحو. دولة قامت على 100 عام يكون جزائها إن هم مش من أهل السنة والجماعة. تقف معانا السعودية زي ما قال الرئيس السيسي وقفة من حرب 73 لغاية الآن ما حصلتش أيام الملك عبد الله يرحمه. كون جزاءها دول مش من أهل السنة والجماعة، دول وهابيين إرهابيين. هو ده الظلم، هو ده الظلم بعينه. طب ما احنا واقفين ضد الإخوان اللي موجودين في السعودية وبنتكلم عنهم بمنتهى القسوة وبنفرق بين منهج الشيخ محمد عبد الوهاب وبين الإخوان. شيخ الأزهر لو قال كده للناس يبقى أنصف، لكن لا. شوفوا بقى شيخ الأزهر الراجل بيقول إيه؟ شيخ الأزهر والله أقسم بالقرآن لن تقوم في هذه البلاد أي عقيدة أخرى غير عقيدة أولياء الصوفية. هي دي جت على الطبطاب لشيخ الأزهر والمفتي شوقي وعلي جمعة وسما الأزهري وعلي الجفري مبسوطين. دي بلد بقى على السنة. شوفوا السنة. ايا كان الشخص ده في غابة في بيت او قادم من بلد اخر او مواطن، مش ممكن هيبقى فيه اي عقيدة غير عقيدة اولياء الصوفية. بس اولياء الصوفية هم الشيشانيين. تعرفين الشيشانيين لما بيذكروا ازاي؟ فاكرين على جمعة يقول لك بعد ما تذكر ما تشربش مية. ليه؟ بعد ما ترقص في الذكر الصوفي ما تشربش مية. ليه؟ اصل المية هتطفي حرارة الذكر والرقص بتاع الايمان. اتفضلوا، دي مش غسالة اوتوماتيك اللي هتسمعوه ده، مش غسالة اوتوماتيك او غسالة من بتاع زمان. لا، اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي هو ده الذكر المحبب عند رمضانوف واولياء الله بتوع الصوفيه. والله يقول ان في جماعه يحذرون يقول لا تستمع لا تقرا للوهابيه. اسمعوا بقى كلام الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان بيقولوا ما تسمعوش الوهابيه دول ارهابيين. العلامه عبد الحميد بن باديس في الجزائر: أفتعد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات نشر الوهابية؟ فأئمة الإسلام كلهم وهابيون. ما ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسلام. ده كلام ابن باديس وده كلام الفوزان بصوته، اسمعوه. ما هي الوهابية؟ ما نعرف الوهابية احنا. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما فيها مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تسمى بالوهابية. دعوة الرسول دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك. هذا الذي دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا طريقة الرسول، ما هي بالوهابية. دي بقى الطريقة الشيشانية، الرقص الاوتوماتيكي اللي بيحبه الشيخ الازهر وبيحبه رمضانوف فخامة الرئيس الشيشاني الاخواني اللي جهله جهل مركب. بص يا اخواني.
زعلانين ان الشيخ محمد عبد الوهاب بيقول لهم الكلام ده كلام فاضي. ما هو ده اللي بيحصل برضه في الجامع بتاع الطريقه الخلواتيه اللي موجود هناك عند الشيخ الازهر في الصعيد، والفواصل اللي زعناها لكم. انتوا بتزعلوا من الحق ليه؟ يعني ليه دلوقتي ما ترجعوش وتتوبوا لربنا سبحانه وتعالى وتقولوا للناس كلمة الحق ليه؟ عايزيننا نسكت؟ والناس يقول لك يا شيخ انت بتتكلم عن شيخ الازهر. ايه يا عم شيخ الازهر؟ شيخ الازهر نزل من السماء معصوم، لا يجوز لي ان نرد على ضلال انا شايفه بعيني مخالف الكتاب والسنة ولا اسكت عنه؟ والله زي ما اقول لكم الاهانة مش للازهر، دي مكانة بنفرق بين مكانة شيخ الازهر واللي بيعمله احمد الطيب. اللي بيعمله احمد الطيب في تأييد هؤلاء، وان دي عقيدة اولياء الصوفية لتسود، وان عقيدة الشيخ محمد الوهاب هي مش من اهل السنة، وان المذهب الاشعري الصوفي اللي العالي الجفري بيقول النبي عليه السلام بيطلع من القبر كده يمد ايده من القبر واحمد رفاعي بيسلم عليه ويبوسه قدام الناس ويطلع يكذب ولا ما قلتش، والمقطع شاهد. مش دول الجماعه اللي كانوا هناك؟ علي جمعه اللي هو من كرامات الوالي انه قاعد قدام مسجد الازهر بيبيع حشيش، وعشان واحد انكر عليه في سره ابن حجر سلبوا الفتح. قال لا طب اطلع اعتذر وقول انا غلطان، قول الكلام ده كذب وتضليل وكنتش عارف وعرفت، انما ابدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه المسخره دي؟ ايه الغساله الاوتوماتيك دي؟ ده الذكر بتاع الشيشان، كل الشيشان كده. معلش انا مش سامعك يا بدر. لازم المسلم يبقى زي الغساله الاوتوماتيك. لسه هيجي بعد شويه كده نبح الكلاب، يوصل المسلم الى انه ينبح زي الكلب.